المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. نصل الآن إلى نقطة هامة في هذه المكاشفة بسؤال أنفسنا: هل معنى ذلك أننا لا نتحمل مسؤولية في تبعات هذه النكسة؟ وأقول لكم بصدق وبرغم أية عوامل قد أكون بنيت عليها موقفي في الأزمة، فإنني على استعداد لتحمل المسؤولية كلها. كان 5 يونيو درسا قاسيا استيقظ الشعب المصري فيه على كابوس مزعج. كانت إسرائيل قد احتلت سيناء، وقد حدثت الهزيمة بالفعل، ولم يبق سوى التسليم بها والاعتراف بنتيجتها. لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي، وأن أعود إلى صفوف الجماهير وأدي واجبي معها كأي مواطن آخر. لكن الشعب أبى ورفض الاستسلام. خرجت الملايين تطالب ناصر بالاستمرار في القيادة، طالبته بالبقاء، طالبته بإزالة العدوان وتحرير الأرض المغتصبة. الإرادة المصرية رفضت الهزيمة، واعتبرت أن هزيمة 67 لم تكن هزيمة حرب ولا حرب كاملة، ولكنها كانت هزيمة معركة. وعلى الجانب الآخر كانت إسرائيل فرحة بالنصر، ترتب أوراقها لتفرض سياسة الأمر الواقع، وقد تمكن الغرور منها وأصاب قادتها. وقف موشي ديان إلى جانب التليفون في انتظار وفد مصري ليوقع وثيقة الاستسلام، ولكن وصله الرد من راس العش، وكان ذلك إيذانا برفض الهزيمة. المعركة بدأت في آخر ضوء ليلة 30 1 يوليو، عندما تلقينا التعليمات بكسر إيقاف النيران. كانت القوة مدرعة، عددها حوالي 13 قطعة مدرعة تتقدم في اتجاه مدينة بور فؤاد. قوة الصاعقة بأسلحتها الخفيفة قتلت في مهمة شبه انتحارية واستمرت لمدة 6 ساعات، وتمكنوا ان هم يحدثوا خسائر كبيرة في هذه القوة. وتكرر الرد، ففي يومي 14 و15 يوليو شنت قواتنا الجوية غارات سريعة وموجعة ضد قوات العدو شرق القناة. وفي 21 أكتوبر نجح تشكيل من لنشات الصواريخ المصرية في إغراق المدمرة إيلات، في معركة استخدمت فيها الصواريخ لأول مرة في تاريخ المعارك البحرية التي عرفها العالم أجمع. طلعت باللانش واكتشفت ان في هدف موجود في نفس المنطقة امام السواحل، وتعاملت معاه وضربت اول صاروخ، جاء في الهدف اصابة مباشرة، شطر السفينة الى نصفين. بدأت السفينة في الغوص في المياه، اطلقت الصاروخ الثاني للتأكد من اغراق هذه السفينة. طلبت مننا إسرائيل رسميا أن نتوقف عن أي أعمال قتالية للبحث عن قتلاهم وجرحاهم في البحر، لأن العقيدة الدينية اليهودية بتقول الأسرة لا تورث إلا إذا عاد الجثمان ودفن. The United Nations building, where opposing countries exchange views, charges and countercharges at a special session of the Security Council called to discuss the Mideast crisis. So far, no diplomatic solution. بعد إقرار القرار 242 لمجلس الأمن، كان الاتجاه العام للرئيس عبد الناصر ولمجلس الوزراء هو أن هذا القرار من الصعب تنفيذه إلا باستخدام القوة الذاتية. لن نستطيع الحصول على ضمانات إلا ما تقدمه قوتنا، وإلا ما يقدمه استعدادنا لحمل السلاح. ووسط ظروف الاشتباكات شبه اليومية
كان يتم إعادة بناء قواتنا المسلحة على أسس علمية مستفيدة من أخطاء الماضي. فجت فكرة الجندي المثقف وخدنا في إجراءات هذا الموضوع ونجحت الفكرة وبقت جزء من التشكيل معتمد على خريج الجامعات العليا. صدور قرار بتشكيل قيادة قوة الدفاع الجوي كفرع مستقل من أفرع القوات المسلحة نقطة تحول في تاريخ الدفاع الجوي المصري. تم إنشاء نحو 20 مطار جديد. كان في كل مطار موجود ممر رئيسي بأطوال وعرض وأسلوب رصف يسمح بتحرك جميع أنواع الطائرات عليه حتى يمكن المناورة بأي نوع من الطائرات من مطار إلى آخر. استدعى هذا إن احنا نزيد عدد الطيارين في القوات الجوية إلى أضعاف، وعاوز أقول طيار بتجهيزه للقتال يحتاج لوقت طويل ولعدد ساعات كثيرة من الطيران في وقت يتم فيه هذا التدريب تحت ضغط من العدو. وطوال فترة إعادة بناء القوات لم ينعم العدو بلحظة أمان في سيناء. كانت الاشتباكات معه مستمرة دفعته لبناء مواقع دفاعية على طول خط القناة، ولما فشل وحدثت له خسائر فادحة لجأ لقصف الأهداف المدنية والتجمعات السكنية في مدن القناة، مما اضطر القيادة إلى تهجير ما يزيد عن 1.5 مليون مواطن من مدنهم وقراهم وبيوتهم. واشتدت المعارك، ففي 8 مارس 1969 قامت المدفعية بقصف مركز على امتداد القناة كلف العدو خسائر فادحة. وفي اليوم التالي زار الفريق عبد المنعم رياض الخطوط الأمامية ليرى النتائج على أرض الواقع ويقف وسط جنوده على الجبهة. رافقت سيادة الفريق عبد المنعم رياض، رحنا على مطار أبو الصوير، قابلنا هناك اللي هو عدلي حسن سعيد قائد الجيش الثاني. فسيادة الفريق قال له أنا عايز أروح أزور موقع في الأمام علشان أشوف تأثير نيران المدفعية على الطبيعة ونسلم على أولادنا الأبطال دول. وخدنا العربية ورحنا على موقع نمرة 6 في الإسماعيلية. خطونا خطوتين أو 3 إلا ولقينا العدو ضرب طلقتين مدفعية أمامنا مباشرة. استمر الضرب ما بين الجانبين، وللقضاء والقدر جت طلقة مباشرة في خلف الفريق رياض. اشهد ونتيجة للخسائر الفادحة التي تكبدتها إسرائيل طوال حرب الاستنزاف، تقدم وزير الخارجية الأمريكي ويليام روجرز في 5 يونيو 1970 بمبادرة لوقف إطلاق النار والبدء في مباحثات حول تنفيذ قرار الأمم المتحدة 242. وسارعت إسرائيل بالموافقة لإيقاف نزيف دم جنودها، وقبلت مصر تجاوبا مع الجهود الدولية لحل المشكلة، وتوقف القتال بالفعل في 8 أغسطس 1970. لكن وكالعادة لم تفي إسرائيل بعهدها حول البدء في تنفيذ قرار الأمم المتحدة بدعوى أن مصر حركت وحدات من الصواريخ إلى خط الجبهة، وبذلك ماتت مبادرة روجرز. وبعدها في 28 سبتمبر عم الحزن ضروب مصر وشوارعها.